يا صباح الورد والفل والياسمين لأحلى وأغلى متابعين، كيفكن أحبائي؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. هلأ اليوم كنت عم عزل غرفة القعدة. أنا عندي بيتي مفتوح كله على بعضه، حتى يعني مفتوح غرفة القعدة على الكوريدورات على المطبخ. عزلت المطبخ، هلأ صار دور غرفة القعدة. عملية في الشبابيك وبدي أعمل لها هيك تنظيفة. بتعرفوا انتو نحن تأخرنا يعني بتعزية الشتوية بالظروف اللي كنا نحن فيها. وهون الكولر كمان كمان حاطته بالغرفة القعدة بالزاوية. الحمد لله صح يعني متأخرين، بس الحمد لله انه رجعنا على بيوتنا وهيك، يعني انه ما حدا تأذى أو صابه شيء الحمد لله. وإذا بعدكم واصلين لهون بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد، وما تنسوا تحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنتات حلوة مثل قلوبكم. هلأ هون مسحت الكولر، ليفته ومسحته صار عميل معلمة. هلأ هون بعد ما جهز حطيت له هذا الغطا، شو رأيكم؟ صار يا المعلمة. وهلا هون كمان كنست الكنبايات عندي بالمكنسة مشان اذا في غبرة. بتعرفوا انا رحت وكنت تاركة الشبابيك مفتوحة بقى في غبرة، وشلت وجوههم وحطيتهم. انا عملت لهم وجوه كمان، حطيتهم بالغسالة. يعني وبنصح اي حدا عم يعمل طقم يعمل وجوه هيك يعني خاصة لغرفة قعدة. كتير بتريحوا، يعني انه بتغري بشيلون اي بقعة اي شغلة. بحطها بالغسالة بتصير نظيفة. وهلا هون كمان بعد ما خلصت مسح البلاط هيك صار المعلمة، وهون بعد ما نشف ما شاء الله قلت لأخدكم معي مشوار. بدي روح اشتري السجاد. هلا هون رحنا على ما شاء الله هذا عنده معرض سجاد، يعني شو ما بدكم انتو السجاد اي نوع بدكم اياه. ما شاء الله كتير عنده سجاد وشغلات كتير حلوة، وعنده هذا السجاد العجمي. أنا كتير بحب السجاد العجمي. وهلا هون عم فكر انا انه هيدا الوان بتلبق عندي على الحجر، فيه انه شفتوا انتو عندي حجر والهي اجواء بتلبق عندي. وهون ما شاء الله عنده كافة انواع السجاد والالوان والاشكال اللي بدكم اياها انتو، كله شي حلو ومرتب. احترت صراحة شو بدي اخد. هلا بتشوفوا شو اخدت ان شاء الله. كمان عنده هدول الموكيتات كتير عجبوني وحلوين، وهدول كمان عندهم موكيتات الفرو كتير كمان هلأ تريندي، يعني هلأ صايرين هدول كتير حلوين. وهذا السجاد اللي قلت لكم العجمي ان شاء الله، حتى يعني عنده اشكال انه فيكم تاخذوا السجادة انه بالاحجام اللي انتم بدكم اياها حتى لو عجمية. وهي كمان كتير عجبتني هاي الموكيتة. وبعد ما اشتريت السجادات هلا فرجيكم اياهم، رحت على المطعم انا وزوجي، ما قالي خلق ارجع اطبخ وهيك، يعني بس بدي مد السجاد او اتركن يعني. بس انا طلبت وجبة شاورما كتير طلعت لذيذة وطيبة الصراحة. انا بحب الشاورما اللي بالسوق اكتر من اللي بتنعمل بالبيت. هلا هي عندي غرفة القعدة قبل ما اعمل لها التحويل وتصير هيك غرفة شتوية. هلا صارت عنا بعد ما مديت السجاد، صارت عنا هون الغرفة شتوية كلها هيك دفا. شو رأيكم؟ كمان هدول السجادات ما قلت لكم جبت من هذا السجاد العجمي، والكريدورات كمان اخذت له نفس الشي. عنده احجام واشكال يعني هيك انتو بتنقوهم. وهون عملت ديكورات حلوة للشمينيه، حطيت الحطب والصنوبر وهي الأضوية. شو رأيكم؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات عن رأيكم. هلا هون بعد منا قلت أعمل كيكة سهلة وسريعة وما بدها وقت كتير، وكتير هيك بنبسطوا فيها الأولاد.
وإذا ما عندكم فرن فيكم تعملوها أو خلاط فيكم تساووها بالمضرب اليدوي وعلى الغاز بالمقلاية بس. هلا هون عندي بيضتين خفقتهم، عندي هون نص كاسة سكر، ما تحلوها كتير لأنه بدكم تحطوا شوكولا على الوجه تبعها بقى بتطلع كتير حلوة. نص كاسة سكر بزيادة. هلا بدي اخفقهم كتير منيح لأنه هون يعني من أساسيات نجاحها أنكم تخفقوا البيض مع السكر كتير منيح. حطيت لها ظرف فانيليا. أنا متأكدة هلأ رح تقوموا تعملوها لأولادكم بهالشتوية. هلا هون عندي نص كاسة زيت. هلا بخفقهم كتير منيح. رح اكتب لكم المقادير تحت بصندوق الوصف. 3 معالق من الكاكاو الخام. هلا بنخفق كتير منيح. عندي هون كمان 3/4 كاسة حليب وكاسة ونص من الطحين متعدد الاستخدامات. هلا بخفقهم كتير منيح وبحط بيكنج باودر. برجع بخفقهم منيح. هلا عندي مقلاية غير لاصقة كمان حطيت لها زيت. انتو كمان اذا عندكم مقلاية عادية غير يعني انه بتلزق فيكم تحطوا لها ورق زبدة بيمشي الحال. هلا هون حطيت الخليط. بعد في اسهل من هيك؟ يلا يا شاطرين قوموا اعملوا كيكة لاولادكم بهالشتوية. هلا هون حطيتها على الغاز على نار متوسطة. غطيتها بغطا. وفيكن إذا ما عندكم غطا محكم تحطوا منشفة منيح. هلا هون أخذت معي وقت يعني فيكن تقولوا من ربع ساعة ل3 ساعة حسب ما تقووا النار. هلا فيكن تختبروها بعود خشب أو شوكة. إذا ما لزقت معناها مستوية الكيكة، استوت عنا. قلبتها بهذا الشكل. شو رأيكم؟ بعد في أسهل من هيك كمان حتى حلوة هيك تعملوها طبقات كذا كيكة وتعملوها طبقات وتحشوها. إن شاء الله شي مرة بدنا نعملها على القناة. هلا هون ثقبتها بعود خشب وحطيت لها سقيتها بنسكافيه. وهلا الأفضل أنا جبت شوكولا جاهزة وحطيتها. الأفضل حتى لو بدكم تجيبوا شوكولا جاهزة لازم تذوبوها تكون سايحة الشوكولا بتطلع هيك أحسن. هلا هون قطعتها بهذا الشكل. شايفين ما شاء الله كيف ما أنا معجنة وناجحة وطريقة مضمونة 100%. عملت حتى فنجان قهوة إلي ولزوجي. ريحة الكيك بالشتوية والعجين والمخبوزات عن جد كتير بتعطي طاقة إيجابية ودفى هيك للمكان. وهيك ما بتكمل الأجواء إلا بشمعة معطرة. هي الشمعة كتير كتير حلوة، جبتها من الشيئين وكتير عجبوا الكيكة للأولاد وانبسطوا فيها. هي كانت سهرتنا لليوم. شو رأيكم فيها؟ غير شكل. سلام. وهي الشمينيه بعد ما شغلته شو رأيكم فيه؟ ما فيني أخبركم هيك القعدة جنبه شو مريحة تريح الأعصاب النفسية. غير شكل. إن شاء الله هيك شو رأيكم نصير نعمل وصفات ونشوي هيك شغلات طيبات حد على الشمينيه؟ شو رأيكم؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. أو لهون بيكون خلص الفيديو تبعنا وخلص الروتين تبعنا. إن شاء الله يكون عجبكم استفدتوا منه. إذا بعد ما اشتركتوا بالقناة بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. إن شاء الله بشوفكم بروتينات جديدة وفيديوهات جديدة. باي باي.